مساء الخير. حيل الدجالين والمشعوذين مش بتنتهي. الحقيقة زمان كان الدجال بيعتمد أو بيصطاد ضحاياه عن طريق الستات اللي عندهم خبرة إن هم يقنعوا ضحاياه بإن الشيخ ده ولا الدجال المشعوذ ده مخاوي جن وعلى علاقة بالجن وبيحضر العفاريت، وإنه بيلعب بالبيضة والحجر، وإنه يخلي العجوزة صبية، وإنه يخلي اللي ما بتخلفش تخلف ولا اللي ما اتجوزتش تتجوز. الحقيقة مع تطور أساليب الدجل والشعوذة اتطورت جدا، حتى اللحظة دي بقينا نشوف ان الدجال بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في انه يصطاد ضحاياه بطريقة احترافية او طريقة ديجيتال، عن طريق استخدام صفحات على الفيسبوك، على انستجرام، على تيك توك، على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان اجرته ما بقتش عدا ونقدا، لكن كمان اجرته بياخدها عن طريق ايه؟ تحويل رصيد بالملايين، او ارسال كروت شحن كتيره جدا حسب طلباته. بعد الفاصل الحقيقه هنتعرف على اهم او اكتر المحافظات في مصر اللي منتشر فيها الدجالين او اباطره الدجالين واعمال الشعوذه والسحر والنصب والاحتيال. بعد الفاصل انتظروني. الحقيقة إن في دراسة من المركز القومي للبحوث الجنائية، الدراسة دي بتكشفت إن المصريين بينفقوا أموال كتير جدا، ما يقرب من 10 مليارات سنويا، على قراءة الغيب والسحر وأعمال الشعوذة والعلاج من خلال الجن. وإنه كمان بلغت نسبة انتشار الدجل والشعوذة وأصبح في دجال لكل 240 مواطن، و200 لكل شخص، 200 ألف شخص في مصر بيدعوا العلاج بالأرواح من خلال الأمراض اللي هي عنده مرض عصبي، بقى المرض الجن لابسه عفريت، من خلال تحضير الأرواح. طبعا الدراسة دي دراسة مهمة جدا، وكان لازم ان احنا نتكلم عنها علشان نكشف الحقيقة أساليب الدجل والشعوذة من النصابين المحتالين اللي بيضحكوا على الناس. وهنتكلم عن أكتر المحافظات اللي بينتشر فيها الدجالين وأعمال الشعوذة والسحر والنصب والاحتيال على الناس وعقولهم. الحقيقة من أخطر المحافظات اللي بتنتشر فيها أعمال الدجل والشعوذة الدقهلية. هي بتعتبر من أكتر المحافظات اللي بتنتشر فيها الدجل والشعوذة. فيها 6 قرى من أشهر القرى في مصر لعلاج الدجل بالدجل والشعوذة، زي البرامون بالمنصورة وطناح وطهواي وبالسنبلاوين وقرية البصرات التابعة لمركز المنزلة وطلحة وبالقاس. تعرفوا كمان ان اعمال الدجل والشعوذة بتكون بتتنوع داخل القرى ما بين فك اعمال السحر واللي انتشرت فيها الحقيقة أعمال السحر وكمان طرد الأرواح الشريرة. ده وصل الأمر كمان لتحذير خدام المقابر الأثرية وطرد الأرواح الشريرة للكشف عن المواقع اللي فيها آثار بالمحافظة. محافظة قنا ومن بين المحافظات اللي بترتفع فيها نسبة الدجل والشعوذة، خاصة في قرى الشيخ سالم والكوم الأحمر والعويضات، ومشهور كمان القرى ومشهور إن القرى اشتهرت بوجود قرين. الحقيقة هذا القرين بيتسبب في حرائق، يعني الأهالي لقوا إن في حرائق
بتبقى موجودة داخل البيوت بتطلع مرة واحدة أو بتنتشر مرة واحدة. فالأهالي الحقيقة استغربوا جدا وانزعجوا جدا، ايه اللي بيحصل ده؟ فده كان من وراه، قالوا انه من وراه انقطاع الحرائق يعني اشتعال الحرائق المتكررة داخل البيوت ده، وكمان انقطاع الإنجاب. قالوا ان انتشرت حرائق كتير بقرية الشيخ سالم وكانت حواليها غموض جدا، وتسبب وده كان في البيوت، خاصة ان في عدد كبير من اهالي القرية بيعملوا او بيستخدموا الدجالين علشان ينقبوا عن الاثار في المنازل، وبكده بيسخروا بقى الجن والكلام ده. فقالوا ان ده بسبب الجن او تسخير الجن. وطبعا مع وجود الشرطة اكتشفت انه ده بسبب ماس كهربائي، والناس ما كانتش مقتنعة بالموضوع ده، وكانت ما زالت بتقول انه علشان تحضير الجن اللي بيجي علشان التنقيب عن الآثار. لكن بقى في محافظة أسوان، وهي قريبة من محافظة قنا، كانت بينتشر فيها عمليات الدجل والشعوذة، وبيتم استخدام الشعوذة في الكشف عن المواقع الأثرية، خاصة في قرية إدفو في منطقة برج العرب بقى بالاسكندرية، نظرا لوقوعها على الأطراف المدينة وكمان بيغلب على سكانها أو أهلها طابع البدو. فكان معظم سكانها بينتشر من يعني الحقيقة ما فيش ثقافة، يعني كان دافع الأهالي بالمنطقة إن هم يستعينوا بالدجالين في أمور خاصة بحياتهم، اللي ما خلفتش، اللي ما اتجوزتش، أي حد عنده مشكلة أو أي حد عنده مرض بيستعينوا فيه بالدجالين. تعالوا بقى نتكلم عن محافظة البحيرة. بتعتبر محافظة البحيرة من أشهر محافظات الوجه البحري في انتشار الدجل والشعوذة. والحقيقة من خلال لقاءات القمة ما بين الأهلي والزمالك، نادي الزمالك في محافظة البحيرة، الحقيقة نادي الزمالك وقتها اتهم الأهلي إن هو بيعمل لهم أسحار وبيستعين بدجالين علشان الزمالك يخسر، وفعلا كان الزمالك وقتها كان بيخسر. وده كان بالظبط في شبرا خيط بالبحيرة. وانتشرت صورة وقتها للكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك وهو في جلسة تصوير وكأنه بيحضر العفريت عند دجال. الحقيقة ان الكلام ده نفوه نادي الزمالك، المسؤولين في نادي الزمالك، وقالوا دي مجرد افتراءات على نادي الزمالك، والكلام ده مش حقيقي ومش حازم امام. الصورة دي مش حقيقية، وحازم امام يعني ما استعنش بالجن ولا العفاريت. في محافظة الشرقية، هي الحقيقة ما سلمتش من الدجالين والمشعوذين، وان هي سادت حلقة من الغضب بين اهالي الشرقيه بعد ما في محاولات من الدجالين بالزقازيق، ان هم واحد اسمه صالح، دجال اسمه صالح، حول 8 مدارس بمركز الزقازيق لفندق، حولها لفنادق ليليه لزباينه اللي هم بيترددوا عليه علشان يسخر لهم الجن عشان يبيتوا فيها، لانهم كانوا بيجولوا من اماكن بعيده جدا. وده مش من كلام كده، ده من كلام الاهالي نفسهم. والحقيقه اكد الاهالي انه في ناس كتير بتجيله من محافظات كتير علشان تحصل على بركاته، فكانوا بيبيتوا بقى عشان كانوا بيجوا بعربياتهم، فكانوا بيبيتوا في المدارس دي، 8 مدارس دي اللي اتحولت لفنادق. وانتشر الدجالين بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لما الحقيقة كمان حصل انه بنت عندها 25 سنة اتقتلت على ايد 2 دجالين، ضربوها ضرب مبرح جدا، ولدرجة انها ادى لوفاتها. كانوا بيقولوا انها عليها عفريت، وقعدوا بفكرة العفريت بقى انه بيطلعوه من جسمها
وتم القبض عليهم. وبعد التحريات الأمن اللي اكتشفت ان البنت عندها مصابة بمرض نفسي، يعني عندها اضطرابات وصرع، فده اللي بيخليها بتكون في حالة خارجة عن السيطرة وحالة نفسية عصبية. وللأسف يعني انتشار الدجل والمشعوذين في مصر ده شيء متأصل في فكر المصريين أو في بعض فكر المصريين، مش كلنا. ولكن الحقيقة ما زلنا حتى اللحظة دي ناس كتير عندها مشاكل، والمشاكل مستمرة، أو ابتلاءات، أو واحدة ما اتجوزتش، أو واحدة ما خلفتش، أو واحد عايز يعني يجلب فلوس مثلا، ايا كانت الازمه ايه عنده، فبيلتجوا طب يمكن انا عندي عفريت، يبقى عندي عكوسات، حد عامل لي عمل، حد رابط العمل بتاعي في رجل نمله. اما في منطقه تل اليهوديه الحقيقه برضو منتشر فيها الدجل والشعوذه بطريقه غريبه جدا. تل اليهوديه دي في القليوبيه، وهي منطقه بتسمى منطقه اللعنات. حكاية تل اليهودية في منطقة القليوبية هو عبارة عن منطقة أثرية بتقع ما بين مدينة شبين القناطر والخانكة. الحقيقة أنه أشاع بين الأهالي أن ممارسة طقوس معينة من تخطي أحجار فرعونية وغسل الملابس الداخلية الخاصة بصاحبة المشكلة، واحدة مثلا تأخر حملها وإنجابها. أكتر الستات اللي بتروح هناك بتكون اللي هي تأخر حملها، وبتروح بتغتسل بإبريق فخار، وبتلف حوالين الحجر السحري 7 مرات، وبعد كده بيحصل حمل. وده طبعا بيوهموهم المحتالين الدجالين والنصابين المشعوذين. في اسكندرية الحقيقة الدجالين استخدموا في صفحات وهمية على الفيسبوك وكتبوا عبارات تعويذية لاستقطاب ضحاياهم. ولما الشرطة قبضت على الدجالين دول قالوا والله احنا قرينا كتب كتيرة جدا ومؤمنين جدا بالعبارات التعويذية دي، وانها بتجيب نتيجة، والله الدنيا ماشية معانا زي الفل، وانه فعلا التعويذات دي جابت نتيجة وحلت مشاكل ناس كتير. وطبعا ده برضو اسلوب من الاحتيال والنصب. وخلوا بالكم موضوع يعني ده كله بأمر الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة.